ازيكم؟ انا دانيال هشام، وانا دلوقتي بلف في مصر بالعجله في رحلتي من القاهره لاسوان. 1000 كيلو سفر بالعجله. بس انا مش لوحدي، معايا اصحابي كريم وابن نوفل، وانتوا بتشوفوا دلوقتي الفيديو الثالث من سلسله مصر بالعجله في 100 يوم. ده اول فيديو نعمله بعد ما عدينا 100,000 مشترك. اعمل لايك للفيديو ده دلوقتي، عايزين نوصل الفيديو ده ل 2000 لايك في اسرع وقت، واعمل اشتراك لو لسه مش مشترك في القناه، وشير الفيديو ده في كل حته عشان نرجع الريتش بتاع القناه بتاعتنا زي ما كان. وفي اليوم ده احنا وصلنا مدينه القطوري اللي موجوده في العياط. صباح الخير. النهارده اليوم الثالث، الساعة دلوقتي 6. قمنا كده بنلم الحاجة، مستعدين للتحرك. بس قبل ما نتحرك كان لازم نفطر فطار صعيدي اصيل. بس عارفين ايه الجميل؟ رغيف العيش الخطير ده. يعني كل واحد ياكل ربع رغيف عيش، ولا كل واحد بياكل طبعا مش عارف. هي كل واحد لقمة واحدة. وبعد الفطار الجميل ده اخدنا عجلنا بعد ما جهزناه طبعا، وابتدينا ان احنا نخرج على الطريق من تاني عشان نكمل رحلتنا. ودعنا اصحابنا اتعرفنا عليهم هناك قبل ما نتحرك. شرفتونا ونورتونا والله العظيم، وكان احلى 3 ايام في حياتنا والله. ده انت يا حبيبي. صباح الخير. السلام عليكم. ابتدينا نتحرك. الساعة دلوقتي 7، صحينا كده من الساعة 6، لمينا الحاجات وفطرنا فطار صعيدي أصيل، العيش اللي بتخبز في البيت. فبنتحرك دلوقتي من القطوري، متجهين كده ناحية بني سويف. هناخد كام ساعة في الشمس كده هنتشوي، بس لما نوصل يبقى معانا باقي اليوم يعني نعيش ونتعايش فيه. احنا هنتحرك الصبح في الشمس ودرجة الحرارة فوق 40. دي كده هتكون تاني يافطة نشوفها من ساعة اليافطة بتاعت البدرشين، وهي يافطة بني سويف. جنبنا دلوقتي واحنا ماشيين لقينا هرم ميدوم. صورت صورة بس هي طبعا عشان من بعيد مش باينة، ويعني بس انا السنة اللي فاتت لما طلعنا نفس الطريق ما اخدتش بالي منه عشان انا كنت تعبان قوي. في اللحظة اللي انا كنت ماشي دي فيها كنت تعبان وكانت الدنيا قربت تلاقي علينا، بس دي اول مرة في حياتي اشوف هرم ميدوم. وكده احنا عرفنا ان هرم ميدوم في اخر الجيزة قبل بني سويف تقريبا ب40 كيلو اهو. تسمع عن تكييف الصحراوي؟ اخترعنا تكييف. ده افشخ منه، شكل من الاشكال. ده افشخ منه. هو نفس الفكرة والله، فاهم؟ مية ساعة مع الهواء، وربنا ربنا يدينا على قد نيتنا ويبقى فينا ولاد الحلال. وبعد ما درجة الحرارة في الطريق ابتدت تشد علينا، كان لازم نحمس نفسنا شوية أكتر عشان نقدر نمد المسافة أكبر ونوصل بني سويف زي بالظبط ما كنا مخططين. النهاردة تالت يوم في الرحلة، بس أنا مش في المود خالص. يعني أنا لسه ما دخلتش مود الرحلة خالص. طول الوقت مهمت كده، طول الوقت عايز أنام. يعني بصحى من النوم عايز أنام. وزي ما انتوا شفتوا الفيديو اللي فات، انه في الاسبوع بتاع جواز اخويا والتجهيزات بقى والحنه والتجهيزات والفرح وتجهيز العجله وسفر، فكان في نوم قليل. طول الوقت عايز انام، طول الوقت عايز انام، مع انها مش بنمشي غير 2 3 في اليوم، 4 ساعات ماكسيمم. انا متعود مثلا السفريه اللي فاتت بتاعت اسوان انتوا شفتوها موجوده على اليوتيوب، بنمشي بال10 ساعات ولا 12 ساعه في اليوم على الاقل. لسه محتاجين نخش في الموضوع. انا دلوقتي موبايلي مش هيبان، بس هو مطلع لي مسج انه تمبريتشر وان درجه الحراره عاليه قوي. هحاول ابينها لكم بس هي مش هتبان، بس يعني ما علينا. فانا دلوقتي قررت ان انا اقوم واحط الموبايل في الثلاجه اشتغل، بس لسه سخن. خليك يا الطريق النهارده وزي ما كنا مخططين فعلا وصلنا بني سويف، والدنيا كانت حر فعلا. فاضطرينا ان احنا نروح نقعد في كنتاكي، وما كناش نعرف ان دي هتبقى اخر اريح قعدة طول اليوم. بس فكرة ان احنا نلاقي مكان زي كنتاكي كده بعد يوم مش طويل، بس هو حر وعرق وكده، نلاقي بقى مكان فيه تكييف وممكن ناكل، ممكن نغسل وشنا ونخش الحمام. قصة يا
ولدي. بس برضو كنتاكي في الاكل يعني ما قدرش يستنى. هو احنا حاليا في مرحلة البحث عن مكان ننام فيه. احنا في بني سويف، عايزين مكان نقضي فيه اليوم لحد بكرة، عشان بكرة ان شاء الله نتحرك في اتجاه ملاوي تقريبا. فيعني كنا قاعدين في كنتاكي، كلنا وظبطنا الدنيا ولمينا حاجتنا كده، هنبتدي بقى نتحرك تاني، نشوف بقى نعرف نلاقي حتة فين ننام فيها، شقة بقى، بيت شباب. الجو صهد مش طبيعي، في صهد فظيع. انا مش عارف بجد هو ازاي حر كده، في صهد يعني. سيبكم ان احنا كنا قاعدين جوه في التكييف، بس بره هنا الجو حر يعني. انا جلدي وجعني من الشمس. جينا سألنا في اسمه ايه بيت الشابات المسلمات، بس قالوا ان هو بيدخلوا ولاد عادي يعني، بس الفكرة انه قالوا انه شغالين في العيد. فاحنا حاليا قاعدين في الشارع. ابو النوافيل، استقرنا في الاخر هنعمل ايه؟ ربك هو اللي يعلم، ربك. اضطرينا نلجأ للحل الاخير. ليه يا نور؟ فنادق، عشان ما لناش حل تاني يعني. فنادق دي تبقى اخر حل لما نلاقي نفسنا في الشارع، واحنا في الشارع بقالنا كام ساعه اصلا يعني. زي ما دخلنا بني سويف واحنا في الشارع، ومحدش فينا احنا التلاتة ليه ذكرى عدلة مع بني سويف، فاحنا محتاجين نغير الفكرة دي عموما. لا مش احنا اللي هنغيرها، الناس بتوع بني سويف اللي هيقابلونا بعد كده تاني هم اللي يغيروه. لو تبص المحل كده هتشوفوا اوزي ده هو بتاع المشويات. لا بس بصوا في يافطة في الجنب هنا ايه مكتوب ايه، فندق جرين هاوس، دورين يعني. انا مش عارف ايه ده يعني، انا عمري كنت هلاقيه لوحدي. هنا فندق في شارع العمومي بتاع وسط بتاع بني سويف. ده نوفل بيجهز حاجته، سراير، تكييف. بس هذا كان كل شيء في هذه الغرفة الصغيرة. بس خلاص كفاية. اضطرينا ننزل من الفندق الصبح بدري الساعة 12 يعني، عشان نعمل تشيك اوت. قاعدين بقى في الشارع هنفطر وهنتحرك كده بعد العصر. عايز واحد بطاطس، واحد شيبسي. انا اتهنت قوي والله. نص ساعة بجيب سندوتشين. ده لقمة ده كل واحد عايز 8 منه ده. وزي ما انتم شايفين كده احنا بنستغل الاماكن اللي فيها تكييف، او اماكن اللي فيها قعده كويسه بقى، ولو عايزين نجيب حاجه نجيبها عشان نشتغل، عشان نقدر نعمل اللي احنا قلنا لكم عليه، اللي احنا لازم نطلع فيديوهات على الطريق وان احنا بنشتغل على الطريق. فكيمو يا عيني خلص، قاعدين من كده. نوفل قاعد بيشتغل. احنا كل الكونتينرات فعلا اللي قابلناها كانت فيها ميه ساقعه. ده كده اول كونتينر له بني سويف وميته سخنه. يا جماعه شكل الغروب رهيب. احنا دلوقتي خلاص بنتحرك من بني سويف، متجهين ناحيه بيبا والفشن ومغاغه منيا. ولقينا كمان اليافطه دي اهي مكتوب عليها بيبا والفشن والمنيا واهناسيا. بنتحرك الساعه 6 تقريبا. ما اعرفش ممكن نمشي كام، بس ما اعتقدش ان احنا هنمشي كتير، بس يعني ادينا يعني متجهين. شكلي بابا. شكلك غريب قوي، بس يعني مضطرين، هنعمل ايه طيب؟ احمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يسلمك، ازيك يا ريس، عامل ايه؟ معاك نوفل. طيب الكلام دلوقتي على ايه؟ الكلام دلوقتي ان الساعة عدت 9 واحنا وصلنا بيبا كده من ساعة، وحاولنا نتواصل مع اي حد يقدر يستضيفنا عنده. فلقينا احمد بعتلي على الماسنجر قال لي انا من بيبا وبتاع وانتوا فين وتعالوا عندي وكده. بس بيته بقى ورا 4 كيلو من المكان اللي احنا كنا فيه. فاحنا دلوقتي راجعين على البيت، وان شاء الله ايه هنبيت عنده.
مرحبا بكم في الفنس. الفنس. اتمنى انه لا. حد عايز ليمون؟ الليمون الملوخية تحفة. جرب. بص ما تعملش عندك. ما تعملش عندك. محدش عنده معلقة؟ ما تعملش عندك بس دوق عندي. دوق كده معلقة. ربنا بقى بيرزقنا بايه؟ بنومه وحمايه واكل. حاجه تانية كيمو؟ عايز انام. يعني اليوم النهارده كان سريع قوي، ما عملناش تقريبا حاجه. خرجنا من احنا كنا قاعدين في بيبه الصبح، خرجنا مشينا وشربنا العصير اللي انت شفتوه من شويه، وبعد كده جينا هنا في الفنت او الفنث بثي. بعد ما جينا هنا احنا المفروض رايحين المنيا بكره ان شاء الله. المسافه اللي فاضله 80 كيلو. محتاجين نتحرك بدري الصبح عشان نوصل المنيا قبل الظهر عشان الشمس. في ناس كتير من المنيا مستنيه ان احنا نوصل. بس فدلوقتي هننام وهنقوم الصبح بقى نلم حاجتنا وناخد اللبس اللي اتغسل ونحطه في الشنطه بقى، يا رب يكون نشف اصلا. بس ونتحرك. نشوفكم الصبح. تصبحوا على خير. دي كانت محاولة ان احنا نتحرك من الفنت وصحينا ولمينا حاجتنا، بس احنا مش نايمين كويس. يعني احنا نايمين الساعة 1 وصحينا 3:30، ونوفل اللي هو اللي مقتول ورايا ده نايم الساعة 2 صحي الساعة 3. مش نايمين كويس، فقررنا لا مش هنتحرك. نتحرك بكرة بقى ان شاء الله.